السلام عليكم. قبل ما تسمع الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل خاصية الجرس. كتير مننا عرف خبر طلاق أحمد سعد ومراته، والبوستات فضلت بقى تتكلم عن الموضوع ده، وأكيد طبعا في تفاصيل احنا منعرفش عنها حاجة ولا نعرف الأسباب الحقيقية مهما وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي نشرت. حاجة تانية دي حياة ناس ملناش دعوة بيها في الآخر. النقطة اللي عايزة اتكلم عنها بقى واللي لفتت انتباهي هي ان في ناس ما صدقت بقى، مسكت في الخبر ده وقعدت تقول كلام كتير فيما معناه ان الرجالة فعلا وحشة وملهمش امان وبصوا عمل ايه وبتاع والكلام ده كله. طب معلش، هو احنا ليه بناخد نماذج للعلاقات من السوشيال ميديا اصلا؟ ليه ده اللي بنعتمد عليه ونحكم على اساسه؟ واحد طلع بني ادم مش كويس مثلا او مؤذي فنفضل نعمم بقى ويبقى هو القاعدة العامة؟ لا طبعا، هو مجرد مثال فردي. لا الرجالة كلهم زي فلان وحشين ولا كل الستات برضو وحشة زي فلانة، ومش كل حاجة نربطها باللي بنشوفه خصوصا على النت ونبني أفكارنا عليه. دي حاجة غلط جدا. لسه برضو في ناس كويسة، ومهما شفنا من نماذج وحشة وعلاقات ما نجحتش، في علاقات حوالين مننا ناجحة جدا، ومش شرط برضو نجيبها من السوشيال ميديا. فبلاش الأفكار دي ولا التفكير ده.